مساء الخير، صباح الخير، على حسب ما تشوفوني. عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير ومحققين كل حاجة حلوة يا رب. النهاردة كان يوم طويل قوي. الجو كان حر وانا كان ورايا كذا مشوار. فالواحد كان تعبان قوي، رجع البيت عايز يعمل كده لقمة بسرعة سريعة. خصوصا اني النهاردة انا وادم وبابا قاعدين لوحدينا في البيت. ادم كان زهق كده من البيت هناك عشان اجواء بقى البيت عندهم. يارا بتمتحن وكده فاتخنق. فقال لا انا عايزه اروح اقعد مع خالته. فهو جه قعد معايا. ومنورني بصراحه، مسليني جامد. اهو اهو مش سايب لونا في حالها، مش سايب القطه بتاعتي في حالها. المهم. ف... فانا قررت كده اخترع اكله تكون سريعه وما تاخدش وقت خالص. انا بجد مش عارفه ما اسميها ايه، انا مش عارفه. بصوا، هي هوت دوج بس معمول بطريقه كده. يعني هعمله بطريقه معينه. بصوا، انا هوريكم كل حاجه. وقولوا لي انتوا بقى ممكن تتسمى ايه الاكله دي بصراحه، لان هي اختراع. وانتوا عارفين ان انا بحب اخترع بصراحه. انتوا عارفين ان انا مش شيفه، بس هنشوف ما تطلع حلوه ما تطلع وحشه، احنا حظنا. تمام. لو عجبكم اكتبوا لي في الكومنتات. ايه يا ادم؟ بصوا ادم يعمل ايه في لولا، حرام عليك يا ادم، سيبها مش عايزاك. هو طول اليوم كده معاها بس يعني. اروح بقى عشان اجهز وخلاص كل حاجه. وهرجع لكم تاني، اوكي؟ متنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير. باي باي. طب يا جماعه، دلوقتي انا الاكله اللي انا هعملها دي انا مش عارفه اسميها ايه. لان بصراحه انا مش عارفه اسمها ايه. ممكن مثلا نقول هيت دوج مثلا. مش عارفة. بجد مش عارفة اسميها ايه. بس يعني انا فكرت ان انا ايه المشكلة لما اعمل حاجة مختلفة. وتجربة جديدة، يعني انا بصراحة ما شفتهاش قبل كده، لا ده اختراع. وانا بحب كده اخترع كده. تمام. زي ما انتوا عارفين انا مش شيفة يعني، بس ذويقة يعني بحب كده اعمل حاجات جديدة. فبصراحة هعملها معاكم ودي المكونات. تمام. زي ما انتوا شايفين كده ده كيس هوت دوج. تمام. هاتوا اي نوع هوت دوج عادي، يعني مش هتفرق النوع اللي انتوا بتحبوه تفضلوه. وانا جبت قطعته كده بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه، مقطعاه كده شرح. تمام. والبصل مقطعاه مكعبات مش شرح. ايه شرح دي؟ مش مقطعاه شرائح يعني. ومعايا زبدة. طبعا اكيد هحط زيت بس على حسب يعني لما اشوف الدنيا يعني. وده البهارات بتاعتي. انا بحب دايما في اي حاجه اعملها بحب السبع بهارات. فانا حتى السبع بهارات طبعا دي اختياري براحتكم جدا، في ناس بتحبها في اكلات معينه وتقولك مش في اي حاجه، بس انا بصراحه بحبها. وثلاث فصوص توم. وشويه كزبره وشطه عشان انا بحب الحاجه سبايسي، وفلفل اسود. طبعا انا مش حاطه ملح لاني انا هشوف الملح لان البصل بيملح. فانا هشوف الاول الدنيا فيها ايه، لو احتاج يعني لو احتجت ملح هحط. تمام. وده طبق فيه فلفل الوان، فلفل حامي او فلفل رومي براحتكم. انا مقطعه فلفل حامي ورومي عشان انا بحب الحاجه سبايسي. فيلا بقى نبدا، وانا هعملها معاكم كده يا مسهل الحال، يا رب تبقى حلوه. يلا بقى هبتدي ان انا احط اول حاجه هحط الزبده والبصل والفلفل. طيب انا دلوقتي حطيت الزبده. تمام. وهنزل بقى بالحاجه بتاعتي. حطيت دلوقتي البصل والفلفل. هخليهم كده بس يتشوحوا شوية. تمام. طبعا اعذروني بجد على التصوير، بس الستاند بتاعي باظ. انا اسفة. بس خلاص هو كده يعني. هخليه بقى ان هو يدبل شوية، يتبل شوية. اوكي. وبعد كده هنزل بالهوت دوج. طيب بصوا، هو كده البصل والفلفل كله بدأ يتبل خلاص واهو. يعني بصوا بقى عامل ازاي. فانا بقى هروح اشيله وهخليه في طبق كده لوحده علشان اشوح الهوت دوج لوحده. يعني انا عايزه اشوح الهوت دوج اصلا من غير البصل من غير اي حاجه لوحده. تمام. يلا بينا. طيب انا خلاص شلت البصل، هحط بقى شويه زيت. طيب بصوا، انا دلوقتي سايبه الهوت دوج بيتشوح. تمام. مهم. اول ما احسه كده هياخد اللون الذهبي كده، هنزل بقى تاني بالبصل والفلفل وكل حاجه. وبعد كده هبتدي احط البهارات بتاعتي.
عايزه اقول لكم يا جماعه اصلا ان ريحه البصل والفلفل الرومي والفلفل الحامي اصلا مطلعين ريحه من غير ما احط اي بهارات. وسبحان الله برضو الهوت دوج يعني ليه ريحه رهيبه من غير ما اعمل اي حاجه لسه. خلاص هو كده بدأ يتبل، هديله يعني هقلبه شويه وهرجع لكم تاني بعد ما احط البصل والحاجه. طيب بصوا خلاص حطيت البصل وكل حاجه واديتهم تقليبتين وخلاص كده تمام. هروح بقى اجيب البهارات بتاعتي واحطها. طيب اهي البهارات اللي انا قلت لكم عليها واللي اتفقت هنزل بيها بقى كلها. امم أمم، كده تمام. هروح بس انزل بالمعلقه عشان الثوم لزق حالف ما ينزل اصلا وهرجع لكم تاني. بس كده انا حطيت البهارات بتاعتي زي ما قلت لكم، وعايزه اقول لكم ان الريحه كمان بدات تطلع وبقت تحفه قوي. وعلى فكره انا دقت دلوقتي حته مش محتاج مني ملح خالص، بس لو انتوا بتحبوا الحاجه مالحه زياده ممكن تحطوا ملح. بس انا بصراحه ما حطيتش ملح لاني البصل هو فيه ملح اصلا. وبعدين الملح مضر يا جماعه، يعني حاولوا ما تحطوش كتير. بس فلا كده تمام، انا دقته لقيته تمام مش محتاج ملح خالص. فانا بقى هسيبه على النار هاديه خالص، مش هزود ولا ميه ولا حاجه، بس الميه هاديه. مش عارفه في ايه. طيب انا بقى هسيبه شويه على نار هاديه خالص عشان ما يتحرقش، مش هزود اي حاجه ولا هزود ميه ولا اي حاجه. هو اساسا ما بياخدش وقت الهوت دوج خالص. تمام. فانا هسيبه بقى واطي عليه خالص خالص، وهروح اعمل جنبه شويه رز بسمتي. لو انتوا عايزين تعملوا جنبه شويه مكرونه يمشي برضو، ممكن ما يمشي يعني عادي خالص، ممكن يتاكل سندوتشات بالفينو مثلا، ممكن تحطوا كمان مايونيز وكاتشب براحتكم جدا. بس انا بصراحه هعمل جنبه رز بسمتي. تمام. فانا هسيبه وهوطي عليه عبال ما اجهز الرز البسمتي. طيب انا دلوقتي هعمل الرز البسمتي. تمام. هعمله بطريقه اميره اختي بصراحه. اميره اختي انا قلت لكم كل الناس اللي عندي هنا هي اصلا عندها قناه على اليوتيوب بتعمل اكلات، وبجد هي شيفه شيفه شيفه. فاللي عايزه يا جماعه هيلاقيها عندي، هسيب لكم اللينك هنا يروحوا اشتركوا عندها. مش مجامله ومش عشان اختي، بس بامانه اكلها رهيب جدا، انا بتعلم منها وبعمل كل حاجه. فهي بصراحه قالت لي على الطريقه بتاعه الرز البسمتي ده. اول حاجه انا بحب دايما، هي قالت لي حطي زبده وزيت دايما في الرز. اي نوع رز لازم تحطي زبده وزيت، ويدي كده يعني حاجه مختلفه. تمام. وهحط بقى البهارات بتاعه الرز مع الزبده والزيت الاول قبل ما احط الرز. تمام. يلا خليكم معايا. بصوا انا حطيت ايه، حطيت كام ورقه من ورق الرورو، وحوالي 7 حبهات الحبهان. تمام. وشويه كركم وبهارات الكبسه بتتجاب من اي عطار، وهخليهم كده يتشوحوا يطلعوا ريحه مع نفسهم. هي ريحه طلعت اصلا وبعد كده هنزل بالرز بتاعي، وبعد كده هحط الملح اللي انا عايزاه بعد ما احط الرز. يلا خليكم معايا. يلا. طيب بصوا اهو زي ما انتم شايفين، انا سايبه دلوقتي الرز يعني ايه، يتبل شويه على النار من قبل ما احط الميه خالص. تمام. وحطيت الملح الكميه اللي انا عايزاها، طبعا بحب وسط يعني. بس وبعد كده هزود الميه بتاعتي علشان واقفل عليه، وهخلي النار ولا عاليه ولا واطيه، وسط علشان يستوي على مهله. بس يلا نشوف النتيجه في الاخر. طيب بصوا انا دلوقتي خلاص، بصوا لونه اصلا بقى عامل ازاي، لونه بقى ذهبي تحفه بجد. تمام. فانا خلاص كده اهو تمام. هروح بقى اجيب الميه بتاعتي واحطها. الميه مش هخليها يعني مش هخليها تبقى كتير، هخليها تعدي فوق الرز بشويه، لان ده رز بسمتي بيحتاج ميه كتير اكتر من الرز العادي. الرز العادي تقريبا بيبقى فوق الرز بحاجه بسيطه قوي عقله، لكن ده هزود الميه شويه علشان المندي، الرز المندي بياخد وقت كتير قوي البسمتي. تمام. يلا بينا. بصوا خلاص هي كده انا شايفه ان الميه مناسبه وكويسه قوي. هغطي عليه بقى وهسيبه شويه يستوي كده والدنيا تبقى تمام. بصوا يا جماعه مفلفل ازاي، ولا عجين ولا اي حاجه. شايفين الحبايه حبايه، ده احلى حاجه بقى انا بحبها في الرز بصراحه. شايفين تحفه. وبكده خلاص خلصت الاكله،
وعلى فكره يا جماعه بجد شكلها حلو قوي وطعمها يجنن، ومخدتش وقت خالص وممكن تخلص بسرعه. وانا هقفل بقى لاني خلاص جعانه قوي مش هم هم. قادره. ادم بيقول هم هم. وانا بجد جعانه قوي مش قادره، وتعالوا كلوا معانا. بجد يا جماعه بجد بجد اعملوها سريعه قوي، بالذات لما يكونوا يعني عندكم ضغط ومشاكل وكده وحوارات بقى ومش طايقين وحاله نفسيه، حاجات كتير قوي اعملوها تمام. سهله وبسيطه وما خدتش وقت، وبجد الطعم تحفه قوي. وممكن تعملوا جنبها شويه سلطه، هتبقى جميله قوي كمان واحلى. والف هنا وشفا بقى على قلبي وعلى ادم وعلى متابعين. واعملوها واكتبوا لي رايكم في الكومنتات، هستناكم. اوكي، يلا باي باي.